مشهد البرامج الرياضيه، بما اننا كنا مع كابتن شوبير ننقل على المشهد الرياضي، مشهد الاعلام الرياضي تحديدا، وهربطه بالسوشيال ميديا الكرويه في مصر. مش عايز اقول الرياضيه بقى، انا بتكلم على كرة القدم، لان في الاخر بقيه المشهد الرياضي اظن اكثر اتزانا من مشهد الكوره. الاعلام اللي بيتكلم على الكوره، تأجيج المشاعر بتاعه الخناقات والصراعات طول الوقت. الحقيقه انه لما بتيجي من الجمهور بتبقى مفهومه شويه يا دكتور، بس لما بتيجي من المسؤولين بتبقى هي بص، يعني انا طبعا انا مع احترامي الشديد جدا لكل المسؤولين اللي موجودين، لكن هي بدأت من فترة. يعني قبل المسؤولين اللي موجودين دول، قبلهم كان في قبل كده برضو مسؤولين شافوا ان السوشيال ميديا، انا وجهة نظري انها بوظت دماغ المسؤولين نفسهم. يعني بقوا ياخد قراره بناء على الترند. هياخد الترند ازاي، هيقول ايه عشان يعمل ايه، فبالتالي ابتدى يؤجج المشاعر الجماهير او يغازل الجماهير بكلام. انا وجهة نظري لما تكون مسؤول عيب تقول، عيب يطلع منك. على ذكر ده، احنا قدام حالة كبيرة جدا. حضرتك راجل اهلاوي، رئيس سابق لقناة النادي الاهلي، بنتعامل مع تصريح اتقال في الاعلام من رئيس نادي الزمالك الحالي كابتن حسين لبيب. الراجل قال بوضوح انه الزمالك اكبر قرعة رياضية في مصر، which is حقه تمام، حق. بس اللي مش هيعترف بده هو ده الشق بقى. يعني اللي مش هيعترف ده ما بفهمش حاجه، وهنوقفه بالظبط، هنوقفه عند حد. لا، هنطلعه بره المشهد، هنطلعه بره المشهد. يعني هو انا من جد لا بشوف ان هو يشوف ان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، ده حقه. ما اقدرش اقول له انت ازاي تشوف كده، ده رؤيته، وقال انا شايفها كده، انا حاسسها كده، ده حقك. لكن دي بالظبط زي اللي بيشوف ان اللي ضد المقاومه والمقاومه هي نفس الحكايه بالظبط. انت عايز رايك، اذا ما مشاش بيك كل يبقوا ما بيفهموش. مفيش حاجه اسمها كده، لان دي برضو اختراع بتاع برضو اغلب الزمالكاويه يقول لك اصل اللي ما بيشجعش الزمالك ما بيفهمش كوره. ليه يا سيدي؟ يعني ليه ما تبقى بتفهم وانا بفهم عادي؟ ينفع يعني، خلاص تنفع والله، ينفع صح يعني. وينفع اللي بيشجع الاسماعيلي برضو بيفهم كوره، وينفع ان انت ما تسخنش باقي الانديه عليا. ما تروحش تعمل مقالب في حتت عشان جمهور الاسماعيلي يبقى زعلان مني، واخد بالك، وتقول اشياء ماهيش حقائق. ان انا خدت لعيبه الاسماعيلي فبقيت مش عارف. يعني انا خدت لعيبه الاسماعيلي، خدت بيهم الدوري. طب هم كانوا في الاسماعيلي ما خدوش ليه؟ واخد بالك. وبعدين انا ما خدتش، اما تيجي تحسبها تلاقيني واخدهم من انديه تانية خالص، منهم مثلا محمد بركات قعد سنتين بره. صحيح. احمد حسن قعد بره، وعماد النحاس جاي من بره، واحمد اسلام الشاطر جاي من بره، فتحي كلهم جايين من بره. ده انا واخد اسلام الشاطر من الزمالك بالظبط. يعني اقصد الحكايه كلها ان هم بيدوروا ازاي يعملوا جماهيريه من خلال السوشيال ميديا، فيبتدوا يغازل الجماهير بحاجات عيب انها تتقال بمنتهى الصراحه. وانا كنت شايف، انا شفت جملته لما قالها في الاول كنت شايفها عاديه، يعني ما عادي. لا، هو عاديه لحد الزمالك اكبر قرعه رياضيه في مصر. انا ما عنديش اي مشاكل، هي مش عاديه ما بعد ذلك. انت تشوفها يعني يقول لك ايه، ما انت بتقول اكبر اعظم نادي في الكون، اعظم نادي في الكون. بس انا ما قلتش اللي مش هيشوفوا كده هطلعه بره المشهد. احسن نادي في الكون هطلعه بره المشهد، صح، او هطلعه بره البلد. يعني بالظبط، ما انت حر. فهي الفكره، انا بشوف ان انت لما بتبقى مسؤول كلامك لازم كمان يبقى مسؤول. يعني انت المفروض كراجل مسؤول انت بتعلم الناس.